عسلامة. اليوم باش نحكيو على معركة الكرامة. في مارس 1968 وقعت معركة الكرامة، المعركة اللي دارت بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية. بعد أقل من سنة من نكسة 1967 قررت إسرائيل غزو قرية الكرامة الأردنية من أجل معاقبة الأردن لاحتضانها معسكرات المقاومة واحتلال جبال الصلت وضمها للجولان وسيناء. وفي تمام الساعة 5 فجرا عبرت الدبابات الإسرائيلية الحدود الأردنية بقيادة موشي ديان، فقرر الملك حسين ملك الأردن التصدي لهذا الغزو، وكلف العقيد الجازي بقيادة العملية بعد التنسيق مع القيادات الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرفات. المعركة بالنسبة لإسرائيل كانت تبدو سهلة جدا، لكن مع صمود الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين تم قتل أكثر من 250 جندي إسرائيلي وتدمير أكثر من 85 آلية حربية، الأمر اللي خلى إسرائيل تضغط دوليا وتطلب بوقف إطلاق النار. ورغم قبول الملك حسين للهدنة المقترحة، إلا أن القيادات الميدانية واصلت إطلاق النار لتسجل أول نصر عربي على إسرائيل. معركة الكرامة حتمت مقولة الجيش الذي لا يقهر، ورممت نزيف النكبة وجراح النكسة، وأكدت قاعدة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.